سيلين، انت كويسة؟ في ايه يا عبد؟ ما انت لسه كنت هنا يا ابني. لسه كنت هنا. كنت هنا ازاي؟ انا لسه جاي دلوقتي. لسه جاي دلوقتي. لسه جاي دلوقتي ازاي يعني؟ امال مين اللي كنت بتكلم معاهم من شوية ولسه سايبني وماشي؟ فراح عبد الرحمن قايل لها لسه ماشي صح؟ وبيطلع جري بره على الشارع، بيفضل يبص حواليه ما بيلاقيش حد، فبيطلع تاني بسرعة. افتح الكاميرات، افتح الكاميرات ورجعها بسرعة. ماشي ماشي. بيبدأ يراجع الكاميرات. بيجوا عند الكاميرا اللي في مكتب سيرين، يلاقيها قاعدة تتكلم مع نفسها، مفيش حد قاعد قدامها. فيروحوا راجعين تاني عند الكاميرا اللي عند الباب الرئيسي. يفضلوا مستنيين عبد الرحمن وهو داخل، وعبد الرحمن وهو بيتفرج على الكاميرات يجي عند لحظة معينة يفضل يعيد فيها، تخلص فيروح عيدها تاني. لما بنشوفها في الكاميرات بنشوف في لحظة معينة حد ظهر مرة واحدة واختفى بسرعة. فيروح عيدها تاني يلاقي حد ظهر بسرعة واختفى، يعني مش جليتش في الكاميرا، لا ده هي كده، حد يظهر بسرعة ويختفي. وكل ما عبد الرحمن يرجعها يشوفها تاني، اول ما الحاجه دي تظهر وتختفي عبد الرحمن الحقيقي يشوفه داخل الشركه. يعني عبده المزيف اللي هو زاحل اختفى مجرد ما عبد الرحمن دخل الشركه. وساعتها بروح لمشهد تاني في بيت عبده، بيكون حسام نايم. فجاه مره واحده يظهر له واحد، يفضل باصص له، فيروح الشخص ده موجه ايده ناحيته ويختفوا هما الاتنين. وبنرجع تاني لمشهد عبد الرحمن وسليم. يعني ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل لنا ده؟ عادي، حقه. يعني ايه يا عبده حقه؟ يعني دلوقتي احنا عرفنا نضحك عليهم واديناهم مفتاح مش حقيقي، حقهم يعملوا اكتر من كده، وهيفضلوا يعملوا اكتر من كده عشان يوصلوا للمفتاح. انا كده بدات اقلق بجد. لا، ده انا كده هشك في نفسي. ده كان زحل. انا كده مش عارف اميز بينكم ابدا. ده كان بيتكلم بنفس طريقتك بالظبط، وفضل يقول لي ما تديش المفتاح لحد ابدا، وافتحي انت الصندوق بنفسك. ما شكتش في لحظه ان يبقى مش انت. خير، خير ان شاء الله. لطفك يا رب. فسيلين بتلاحظ كلمة لطفك يا رب اللي عبده قالها دي، بس جديدة الكلمة دي، ما سمعتكش بتقولها قبل كده. والله ما اعرف جبتها منين، انا لقيت نفسي بقولها كده. اه صحيح، دول بقى عندي في البلد بيقولوا لي يا شيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن ده ليه ده؟ انت عملت ايه؟ فبيحكي لها كل اللي حصل، وكمان بيحكي لها على اللي حصل بعدها، ومواجهته مع امونس، واللي حصل له مع لومار، وانها ظهرت له، بس بيعرف يعني ان ده زاحل. وهي بتحكي له انها شافت ابوها واللي قاله لها، والراجل الغريب اللي خبط عليها ده. وبيفضلوا قاعدين يرغوا ويحكوا كل اللي حصل معاهم. وبالمناسبة بيبقوا قاعدين زي في مكان عام. فراح الويتر جاي لهم واداهم الفاتورة. الفاتورة يا فندم. شكرا. ويبصوا على الفاتورة بيلاقوا مكتوب الوقت بيخلص. ايه ده؟ الحساب يا فندم. اتفضل. كده ناقص الحساب 50 جنيه يا فندم. طب معاك شبكة طيب؟ للأسف لا. عبد الرحمن بيتكلم يقول خلاص خلاص اتفضل اهو، ويطلع له 50 جنيه اللي متبقي ويديها له. شكرا يا فندم. فيروح عبد الرحمن سائل سليم، مالك فيها يا بنت وشك مخطوف كده ليه؟ في حاجة مكتوبة على الورقة، امسك اقرا. هاتي كده. وبياخد الورقة يقرا اللي فيها. وقت ايه اللي بيخلص؟ سيد النيلة. وفضل يبص حواليه كده تحس ان حد مراقبه، هو عبد الرحمن بيتزاول في الحتة دي. معرفش. فعبد الرحمن ينادي على الويتر ده، لو سمحت لو سمحت. فيبص له الويتر ويرجع له تاني. اتفضل يا فندم، تؤمرني بأي حاجة؟ بص لو سمحت، احنا لقينا مكتوب على الفاتورة الوقت بيخلص، معرفش هو ايه ده يعني، مين اللي كتب؟ لا يا فندم الصراحة معرفش، هي الفاتورة طلعت من المكنة على ترابيزة حضرتك دايركت، ولا حد مسكها ولا حد كتب عليها حاجة. وبيبتسم ابتسامة باردة كده وبيمشي. بس عبد الرحمن بيلاحظ انه ما بيمشيش طبيعي زينا، ماشي على الهوا. لما بص على رجله لقاها مش لامسة الأرض. سنين تاخد الورقة وتحاول تفهم اللي فيها، بتلاقي الكلام اتغير وبقى مكتوب لازم تبقوا مع حسام دلوقتي. هما يسمعوا الكلمتين دول من هنا ياخدوا بعضهم وجري على البيت. والكاميرا بتيجي على الفاتورة، كل حاجة بتتمسح وبيتكتب دزمار، وبعد كده تتمسح بيتكتب ناريوس. وبعدها بنروح على مشهد في بعد تاني، في عالم تاني مش عالمنا. وبيظهر حسام مرة واحدة ويفضل يبص حواليه، ويبص قدامه يلاقي شخص مديله ظهره. انت مين؟ وانا ايه اللي جابني هنا؟ ايه المكان ده؟ انا هنا عشان اساعدك. انت مين؟ انا ناريوس.